انا عايز اعرف لازمتك ايه في الفريق عشان تروح تمنع قائد الفريق ان هو ما يروحش للجمهور. يا معلم انت مشطب كوره يا معلم، والله العظيم انت مالك لازمه ان انت تلعب في النادي الاهلي يابا، انت رصيدك مع الجمهور خلاص خلص. فامشي وسيب النادي الاهلي. هو ده يا جدعان اللي كنت بتقولوا كفايه عليه عشان ما حصلش احمد رفعت؟ هو ده كهربا اللي انتوا كنتوا واقفين في ظهره؟ اهو كهربا هو مش عايز اللعيبه تروح تحيي الجماهير. والكابتن محمد رمضان اللي ملوش لازمه في الفريق، الكابتن محمد رمضان اللي من ساعه ما مسك مدير الكوره والفريق بايظ، كل يوم خناقه وكل يوم يغرم لاعب مش عارف يسيطر على اوضه اللبس. ده كان يا جدع محمد الشناوي قائد الفريق اللي فضلوا يشتموا فيه قبل المباراه كان بيلم اللعيبه عشان يروح حي الجمهور. قول لي يا كهربا لازمتك ايه انت في الفريق؟ ضيعت علينا بطوله في مباراه باتشوكا والنهارده بتنزل في اخر دقايق وانت مالكش لازمه في النادي الاهلي، فيا ريت تسيب النادي الاهلي وتمشي عشان رصيدك مع الجمهور خلص وهيتحط عليك في المباراه اللي جايه. فاحب اقول لك خدها من قصيرها وامشي في يناير. بالنسبه للجمهور اللي انت مش عايز تروح له يا كابتن حمضان، لولا الجمهور ده ما كانش في حاجه اسمها النادي الاهلي، كنت قلبته نادي شركات. الجمهور ده هو اللي موقف النادي الاهلي على رجله، الجمهور ده هو اللي بيجي الاستاد في عز البرد عشان يشجع النادي الاهلي، وكيان النادي الاهلي مش جاي يشجع لعيبه، واللاعب اللي هيغلط هيتحط عليه. فما تخليش الجمهور تقلب على اللعيبه. لما رحت لعبت نهائي دوري ابطال افريقيا في المغرب ورحت اتغلبتوا اتنين كان بسبب الجمهور، لولا الجمهور اللي كان في ظهر الوداد ما كنتش اتغلبتوا. ولما بتيجوا هنا في مصر والجمهور يبقى في ظهركم بتكسبوا اي حد. فبلاش تخلي الجمهور تقلب عليكم، لان انتوا من غير الجمهور فريق شركات. بس كده، يلا سلام.